السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الضغط على زر لايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. أكدت لقطات جديدة إنتاج نسخ تصديرية من مقاتلات S-34 آم الروسية الثقيلة في خطوة تشير إلى توقيع عقد بيعها لعميل خارجي، وقد ظهرت بلون صحراوي مما يعزز فرضية أن الزبون الخارجي هو الجزائر التي تستعد لاستبدال أسطولها من سو-24 بمقاتلة أكثر تطور ومرونة. ويعتبر اللون الصحراوي البني والأصفر الذي ظهرت به مؤشرا قويا أنها موجهة للجزائر، حيث شوهدت بهذه الألوان منذ شهر مايو الماضي. وعلى صعيد القدرات تعد سو-34 أكبر مقاتلة هجومية قيد الإنتاج في العالم، وبمدى عملياتي غير مسبوق وحمولة أسلحة ضخمة. وقد لعبت دورا بارزا في الحرب الأوكرانية، خصوصا في تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام قنابل انزلاقية منذ مطلع 2023، وهو ما وصفته القوات الأوكرانية أنه مدمر. كما تتمتع المقاتلة بقدرات متقدمة في الحرب الإلكترونية وببصمة رادارية منخفضة من المقدمة، مع مدى يستطيع ضرب أهداف بعيدة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وكذلك تمكن الجزائر من التكامل مع الأسطول القائم، حيث تملك بالفعل مقاتلات سو-30 وسو-35 مع توفر البنية التحتية الملائمة والدعم الفني. كما تحقق الردع الإقليمي، وذلك بفضل قدرتها الكبيرة. وتتميز سو-34 بمدى عمليات يتجاوز 4000 كيلومتر دون تزود بالوقود، ويمكنها حمل حمولة قتالية تصل إلى 12 طن من الذخائر المتنوعة، تشمل الصواريخ الجوالة KH-59 آم K2 والقنابل الموجهة بدقة والقنابل الانزلاقية، إضافة إلى صواريخ جو للدفاع عن النفس. وتعتبر هذه الصفقة إشارة إلى عمق العلاقة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر، ويمثل خطوة استراتيجية لروسيا لزيادة نفوذها في شمال إفريقيا. وفي الأخير نترككم الآن مع هذه اللقطات عن الطائرة وخصائصها.